93% من الحملات الاعلانيه في فيسبوك كتفشل بسبب 7 ديال الاخطاء. فإلا سبق ليك درتي اعلانات في فيسبوك وحسيتي ان الفلوس ديالك كتمشي بلا نتيجه، فراك ماشي غير بوحدك. اغلب الناس اللي كيديروا الاعلانات سواء المبتدئين ولا حتى بعض المحترفين كيطيحوا في اخطاء خطيره اللي كتحرق الميزانيه ديالهم بلا نتائج حقيقيه. اليوم غادي نبارطاجي معكم 7 ديال الاخطاء قاتله كتدمر الاداء ديال الاعلانات ديالكم في فيسبوك، والاهم من هذا الشيء كيفاش تصلحوهم باستراتيجيات وحلول فعاله اللي جربتها انا شخصيا في حملاتنا الخاصه مع بزاف ديال الكليانت في مجالات مختلفه. وقبل ما نبداو ما تنساش تخلي لنا شي لايك وتشترك في القناه، حيت الفيديوهات الجايه غادي تكون عامره بمعلومات مهمه واستراتيجيات فعاله. يلا نبداو. الخطا الاول هو الاستهداف الواسع بزاف، هو بالنسبه لي القاتل الصامت ديال الميزانيه، وهو اكثر الاخطاء شيوعا. فالناس كيتصوروا انه كلما كان الجمهور كبير كلما كانت المبيعات اكثر، وهذا غلط، حيت كلما كان الجمهور اوسع كلما الاعلان ديالك كيبان بزاف ديال الناس ما عندهم حتى علاقه بالعرض ديالك، وخصوصا الناس اللي عندهم ميزانيه قليله، حيت انت ما كتخلصش غير على الريتش ولا الاويرنس بحال الشركات الكبار، ولكن بغيتي مبيعات في اسرع وقت. والحل ديال هذا الخطا هو دائما جلس في الاول مع راسك وحدد مزيان الكاستمر بيرسونا، وشكون هو الزبون المثالي، العمر، الجنس، النمط ديال الحياه والاهتمامات والسلوكيات ديالو. وايضا تقدر تستعمل الفلترات ديال الاستهداف التفصيلي الديتايل تارجتينغ باش توصل فعلا للفئه اللي مهتمه بالمنتوج ديالك. ودير لوكالايك اودينس، جماهير شبيهه من احسن الزبناء ولا من الايميلات والارقام ديال الكليان اللي جمعتي سابقا ولا الزوار ديال الموقع، وهذه حاجه مهمه بزاف. ولا كنتم مهتمين خليو لي كومونتير باش ندير ليها فيديو مفصل ان شاء الله. وجرب مجموعات مختلفه من الجمهور بميزانيات صغيره باش تعرف شكون اللي كيتفاعل اكثر. الخطا الثاني